السلام عليكم اعزائي المستمرين. النهارده معانا عرض جميل جدا، فيلا 5 عمارة من البحر. الفيلا متكونه من ارضي واربع ادوار، حاجه جميله جدا. ده التراك خاص بالفيلا، تراك جميل جدا بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ده كله احنا في التراك عشان ما نطولش على حضراتكم. الفيلا مكونه من ارضي واربع طوابق، حاجه جميله جدا ربنا يبارك للنصيب، على مساحه 324 متر. ده منظر التشطيب بتاعنا. معانا ريسبشن كبير، تشطيب لون تراسوبا لوكس. معانا المطبخ مصمم بالطوب الحجري، حاجه جميله جدا. احنا كده في الدور الارضي او الطابق الارضي، عباره عن تراك خاص حوالين الفيلا رايح جاي. ريسبشن 3 قطع زي ما احنا شايفين. منظر التشطيب حاجه جميله جدا ربنا يبارك لصاحب النصيب. ده كله ريسبشن من ازل عن كذا زاويه. معانا هنا اول غرفه كبيره جدا، تشطيب عالي، جوده عاليه. حمامات هاندي ماستر. اوضه رقم 2. يبقى كده شفنا العرض اول طابق مع بعض. نطلع للطابق التاني. احنا كده في الدور الارضي وده باب الفيلا. كده احنا طالعين للطابق التاني. نفصل الفيديو عشان ما نطولش على حضراتكم. كده داخلين على الطابق التاني. تشطيب كل واحد الثلاث طوابق نفس التشطيب. كده ريسبشن كبير، ريسبشن عملاق. معانا هنا غرفة رقم 3، حمام رقم 2. ده منظر التشطيب والمساحة. غرفة رقم 4 غرف نوم، 2 حمام لحد دلوقتي، 2 مطبخ. ده منظر التشطيب، تشطيب عالي. مطبخ كبير. طبعا زي ما احنا عارفين العنوان شاطئ النخيل، اسكندريه 6 اكتوبر. المكان خاضع لضباط القوات المسلحه. طبعا حصه في الارض، بياخد اخر ايصال ميه، اخر ايصال كهرباء. والمفاجاه البيع كاش او تقسيط. ممكن ندفع النص والنص على سنتين. السلام فوري. الناس اللي بتدعبس على الخصوصيه او فيلا من بابها، عيله كامله او استثمار العقاري. ده التراس كبير، تراس كبير جدا، حرف ال زي ما احنا شايفين كده، عشان في ازيد عن كذا طابق لسه برضه عايز يتصور. وده عرض الشارع 11 متر ستريت كده على طول. ده فيو البحر باين زي ما احنا شايفين. طبعا الفيلا مسجله بالجهاز، عداد كهرباء، عداد ميه خاص بالفيلا. نطلع الطابق الثالث. طالعين من الطابق الثاني للطابق الثالث. ده الطابق الثالث كده، نفس التشطيب برضو. تمام. هنا الاختلاف بس معانا سلم داخلي من الصاله ويطلع فوق للروف، هنشوفه. شوف مساحه الغرف في الطابق الثالث هي غرفه ببلكونه، حمام. ده ريسبشن كبير 2 قطعه، تشطيب عالي جدا جدا ربنا يبارك لصاحب النصيب. معانا هنا تراس كبير زي ما احنا شايفين كده، ناخده جزء. ده التراس خاص بالفيلا. الفيلا طبعا من بابها زي ما احنا شايفين كده، تشطيب عالي جدا جدا ربنا يبارك صاحب النصيب. ده الفيلا. تمام. نطلع نشوف الروف بقى. معمول لنا سلم هنا بيطلع للروف فوق. الروف ده ممكن نستغله، نعمل صالة بلياردو، بيسين مغلق، حاجة جميلة جدا ربنا يبارك لصاحب النصيب. وما تنسوش تدعمونا في القناة وتشتركوا عشان يوصلكوا كل جديد. ويوجد لدينا شقق وفلل دوبلكس، حاجات مختلفة، أسعار مختلفة، حاجة جميلة جدا ربنا يبارك لصاحب النصيب. ده الروف خاص بالفيلا برضو. ممكن هنا حابين نعمل حمام سباحة أو صالة بلياردو براحتنا، ملكية خاصة. طبعا زي ما احنا عارفين بناخد آخر إيصال كهرباء، آخر إيصال مية، حصة في الأرض. زي ما احنا عارفين البيع كاش أو قسط، ممكن على سنتين وممكن كاش. نلقي نظرة تاني على واجهة الفيلا.
في بلكونه هنا احنا نازلين برضو نبص تاني بصه كده. طبعا زي ما احنا عارفين الفيلا 3 طوابق، حاجه جميله جدا. نرجع لقطه سريعه كده واحنا نازلين مع بعض. نوقف الفيديو ننزل ناخد لقطه اخيره كده واحنا نازلين عشان ما نطولش على حضراتكم. وما ننساش الاشتراك في القناه عشان يوصل كل جديد. وكان معكم علي الجمال من ارض الواقع. كده احنا نزلنا. التراك ده خاص بالفيلا، ده كله احنا في التراك. طبعا اللافف احنا شفناه، ولافف من هنا. الفيلا اهي تشطيب 2025، حاجه جميله جدا، تشطيب عالي. ربنا يبارك لصاحب النصيب. شوف المنظر من الخارج. ده المنظر من الخارج. وننساش نشترك في القناه ووصلنا كل جديد. كان معكم اخوك علي الجمال من ارض الواقع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.